ايه رأيكم نعمل النهاردة مع بعض الميني كايزر التحفة جدا ده؟ بجد كان تحفة قوي وهش جدا جدا. ممكن نعمله هو بالظبط، بس نعمل منه كايزر كبير. بس انا كنت محتاجة في ان انا اعمل ميني كايزر بجد تحفة، وتحشوه الحشوة بقى اللي انتوا حابينها. يلا بينا نخش في المقادير على طول. اول حاجة معايا هنا 1.5 كوب من اللبن الدافي، حط عليهم 1.5 معلقة من الخميرة الفورية، و90 جرام من السكر، وندوبهم حلو مع بعض. وبعد كده نسيبهم لمدة 10 دقايق لحد ما نتأكد ان الخميرة خلاص بقت متفاعلة معانا. هنا هنجيب كيلو من الدقيق، هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، و10 جرام من محسن الخبز. تمام. وبعد كده نخلط المكونات الجافة مع بعض. طبعا اللي مش متاح معاه عجان عادي جدا ممكن نعملها على ايدينا، مفيش مشكلة. وهنا كنت بوريكم خليط الخميرة خلاص اتفاعل معايا ازاي. هنا بقى نزلت على الدقيق بتاعنا بربع كوباية من الزيت، وبعدين الخليط بقى بتاع الخميرة اللي احنا كنا سيبناه لحد ما تخمر معانا، ونعمله كده مع بعض حلو في العجان. ومعايا كوباية تانية من اللبن بنزل بيها شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا زي ما هتشوفوا بالظبط. انا ما نزلتش بيها متواصل، طبعا مش هننزل بالكوبايه الاخيره دي متواصل، ننزل شويه بشويه لحد ما نلاقي العجينه لمت معانا وتكون طريه زي ما انتوا شايفين. وكده خلاص بعد ما العجينه لمت معانا هننزل عليها بحوالي من 3 ل 4 معالق من الزيت. ودي اخر حاجة هنحطها في العجينة بتاعتنا. بصوا العجينة حلوة جدا، طرية قوي، مش بتلزق، يعني عارفين فيها التلزيقة البسيطة دي، هي دي المطلوبة. بس بمجرد ما تبقى ايديكم نظيفة هتلاقوها ان هي مش بتلزق معاكم. بجد عجينة تحفة جدا جدا. دي اللي هتطلع معانا العيش الكايزر المظبوط قوي. طبعا دلوقتي هشكلها كده معاكم زي ما هتشوفوا على شكل كورة واحدة، وفي نفس البولة اللي احنا عجلنا فيها دلوقتي هحطها فيها. بعد ما رشيت فيها كده من تحت رشة من الزيت، هحط العجينة بتاعتي واسيبها تتخمر لمدة نص ساعة. شايفين بعد ما عدى نص ساعة كده اتخمرت ازاي وحجمها تضاعف. هبتدي بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده ان انا هفردها الاول بايدي، وبعد كده هبتدي ان انا اقطعها على كور كده صغيرة. حجم الكورة 50 جرام، ده عشان انا عايزة اعمل ميني كايزر. لو عايزين نعمل ميني الكايزر الكبير يبقى هنعمل الواحدة 100 جرام. هنا هنجيب بقى السمسم بتاعنا، هنحط عليه 2 معلقة كبار كده من المية ونقلبهم مع بعض، عشان بس لما نيجي نحط الكايزر بتاعنا السمسم يمسك فيه على طول. تمام. هنا طبعا انا كنت خلاص عملت الكمية كلها وسبتها ترتاح 5 دقايق. هنبتدي نجيب من اول واحدة بدأنا فيها، ونبتدي ان احنا نلم كده من الجناب مع بعض زي ما انتوا شايفين لحد ما يتشكل شكل الكايزر ده، ونقفلها من تحت ونحطها في السمسم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وكده عملنا اول كايزر بتاعنا معانا. وهنحطه بقى في الصاج مش مدهون زيت ولا اي حاجة، بس يبقى فيه مسافات عشان لما يبتدي ان هو يخمر معانا تاني. برضو هنجيب التانية بنفس الشكل نبططها على ايدينا، وبعد كده نلم من الجناب. انا بوريكم اهو بالتفصيل عشان تبقوا عارفين بتتعمل ازاي. وبعد كده نحطها في السمسم. وبس كده هعمل بقى الكمية كلها وبعدين اوريها لكم. كده خلاص بعد ما الكمية كلها كانت عملت كمية الصاج، بس هنرش عليه كده ببخاخة المية، بخة من المية، ودخلته الفرن على اعلى درجة حرارة. خد معايا من 10 دقايق ل15 دقيقة. واول ما طلع برضو نبخه كده بالمية، وبعد كده نغطيه عشان يبقى طري معانا. شايفين عمل كمية معانا قد ايه؟ بجد تحفة وهش جدا جدا، يعني طري جدا. ممكن نعمل بقى فيه الحشوة اللي انتوا حابينها. تنفع طبعا في سندوتشات المدرسة، تنفع كده كعشاء بالليل. بجد حلو جدا جدا. وكفاية ان احنا عملنا العيش في البيت. ممكن نعمله فينو بنفس العجينة دي، ممكن نعمله كايزر كبير زي ما تحبوا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات طلع عامل ايه. لو اول مرة تشوفوا القناة خشوا اعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني فيديوهات جاية كتير. باي باي.